بيقابلك مشاكل في استخدام الارتكلز أو أدوات التعريف والتنكير في الإنجليزي؟ تعال نبص على المشكلة دي إيه هي وإمتى نستخدم كل أداة فيهم. المشكلة اللي بتقابل أي حد لما يجي يستخدم آن وذا هي إن في مننا اللي بيستخدمهم مع كل حاجة وفي مننا اللي بينسى أصلا يستخدمهم. عشان نحل المشكلة دي مهم جدا نعرف إن بيكون عندنا 3 حالات في الموضوع ده. أول حالة هي إننا نستخدم أو آن. تاني حالة هي إننا نستخدم ذا. وتالت حالة هي إننا ما نستخدمش أي حاجة منهم. في الفيديو ده هنبدأ بأول حالة وهي إمتى نستخدم وآن. دول بنستخدمهم لو إحنا بنتكلم على حاجة غير محددة، زي مثلا Do you have a car؟ هنا أنا مش بسأل على عربية محددة، أنا هنا بسأل على فكرة وجود عربية عند الشخص اللي بكلمه في العموم. وبنستخدم وآن لو بنتكلم عن وظائف زي I'm a teacher أو He's an engineer. وبنستخدمهم برضو لو بنتكلم عن شيء لأول مرة في المحادثة. فمثلا اتخيل إنك في مطعم واللي بياخد منك الأوردر سألك Would you like soup or a salad؟ هنا كلمة salad اتذكرت لأول مرة في المحادثة، فبالتالي بنستخدم معاها في الكام فيديو الجايين هنتكلم عن إمتى نستخدم ذا، إمتى ما نستخدمش وآن وذا، وإزاي ننطقهم بشكل صحيح. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا عليه لايك وتعملوا متابعة لصفحتنا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي احنا بننزله عليها.